السلام عليكم. اليوم جبنا لكم الوصفة ديال الويكاند، يعني الحوت ومع شوية ديال الرز. الصراحة كيجيو واعر ولذيذ ونفس الوقت بلا داك القليان بلا زيوتات. هاد النهار أكلة ناشفة وصحية 100%. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش معكم ما تبخلوش علينا البارطاج وواحد البصيمة والاشتراك، وان شاء الله تزيدوا معكم من القناه القدام. راه كاين ما يفيد، كاين شي وصفه كتكون بسيطه وهي صحيه وزوينه، والصراحه قالك سال مجرب ولا تسال الطبيب. يعني كاين شي حوايج كيكونوا لذاذين وزوينين بغير داك. دابا شوفي تبارك الله، هذا الحوت هذا ما كاملاش عندي فيه حتى 3 المعالق ديال الزيت. ايوا نتمنى من الله يعجبكم والتوفيق، نتمنى التوفيق للجميع، الله يوفق جميع المسلمين. هذا الشيء اللي غادي نتمناو. شوف تبارك الله الوصفه كتجي زوينه، الفينيسيو كيبقى لك نتيا حتى كيما بغيتي نتيا، كيبقى لك الاختيار على حسب. حنا دابا كل واحد كياكل بوحديتو، غادي نعطيو كل واحد يدير طبسيلو. شوف تبارك الله الحوت كيجي داير فتي، ما فيه لا زيوتات لا داك قوه الشرموله لا والو. وبالنسبه لهذا الحوت هذا اللي كيجي زوين، هذا الحوت الابيض هذا سميتو اللويزي، هو اللي درتو هذا النهار انايا، رقيق وزوين. جا مع هاد الوصفه جا واعر. وإلا كنتو غادي ديروا السردين لا، السردين خصكم تشرملو ضروري، خصو شويه ديال الثومه والربيع. حنا ان شاء الله هذا ما غاديش يحتاج داك الشرموله ديالو. غادي ندخلوا للمقادير. صافي جبت الحوت معدبه، نقيتو صايبتو، ما حيدتلوش القشره، غير كرستو هكا من داك القشور. صافي واحد شويه الثومه، البصله، الربيع، الملحه، الزيت. وهذه داك الفلفله اللي كنت رقدت معكم شويتها ورقيتها هي تبارك الله كندير منها، والله ما كتقدني تبارك الله. كندير اللي درتو كيجي مع كلشي. وهاني دابا ملي درتها هذا النهار احتاجيتها قلت ندوزها معكم هذا النهار تشوفوها فاش كنحتاجها. صافي غادي ندير واحد شويه ديال الزيت في المقله، شي مقله هكا كتدخل الفرن. غادي نديرها للفران، هذه غير المقله د الحشا، وغادي ندير فيها، غادي نوزع هكا البصله دوائر هكا، نعمر بها المقله. راه يد سمحوا لي يد شاده كنصور بها وشد يد كنخدم بها، راكم عارفين التصوير عشوائي هو هذا. المهم الهدف هو الاشتراك وصافي، هادشي اللي كاين. نتمنى من الله التوفيق للجميع. ما راه كلشي كيعرف يطيب وكلشي غير الفكره ونتعاونوا بعضياتنا البعض، وصافي هادشي اللي كاين. صافي من بعد كنوزع داك البصله، درت زبيته قلت لكم، راه درت شويه ديال الزيت. ودابا درت البصله وغادي ندير مطيشه. صافي غير قطعتها ودراج هكا، وحيدت منها واحد شويه ديال الماء، غير شويه ديال الماء والزريعه وصافي. الثومه قسمتها غير هكا طرونش، وغادي نحطها حتى هي. الربيع ما غاديش نقطعو، غادي نفرشو هكا باش كيطلع مع الحوت، هو اللي غادي يعطينا الطراوه واللذه للحوت. هذيك البصله ومطيشه والثومه والربيع كله غادي يطلع مع الاخر. راكم عارفين المعدنوس راه مزيان. صافي الحوت غادي نجيبو ندير له شويه د الملحه، ما غاديش نشرملو هذا حيت كتشرمل كيجي شويه زهيم. غير شويه د البزار، الفلفل الاسود والملحه. صافي راه درت واحد شويه ديال الزيت، ما تصورتليش، غير شويه ديال الزيت باش كيجي شويه من الدم. غير شويه زيت الزيتون، انا استعملت غير زيت الزيتون، واللي ما عندهاش تقدر تعمل الزيت العاديه. صافي عادي نقبطو ونستفو كله فوق داك هاد العناصر اللي درنا، المطيشه البصله وداك الشيء، نستفو فوق منه ونخليوه. الفران العادي هكا كتشعليه ويسخن، ونقصيلو وخليها طيب على خاطرها باش كتجي مع الوقيته د الغدا، حيت خصو يتنتكل سخون، غير توجدوه تحطوه تاكلوه داك الساعه. انا كنقص الفرن ونخليه. صافي غادي نجيب هذا الفلفل الاحمر اللي قلت لكم، شوف تبارك الله كي كتجي مازال. دابا هادي راه الشهر باش صايبتها وبالماء ومازال. صافي واحد شويه د الورق تيت ناموسه، كان خصني نديرهم من التحت ولكن ما عليهمش، غادي نديرهم من الفوق، غادي يتحرقوا لي، ولكن نتوما ديروا تحت الحوت. صافي هاد الفلفله هادي غادي نستفها من الفوق. راه قلت لكم يد كتصور يد كتخدم، راني خدامه ندوخكم بهذا التصوير. صافي واحد شويه ديال الزيت الزيتون فوق الفلفله وداك الشيء. واحد الكاريط هذا نتاع الحلوه كنقطع نديروه فوق من داك الشيء ونغطيوه. صافي وندخلوه الفرن باش ما يتحرقناش وصافي. صافي هنا درت واحد شويه د البطاطا مع واحد شويه د البيض. هنا الرز راني سلقته نص سلقه.
صافي ديتو للفرن، غادي نديرهم من الفوق صافي، ونخليوه نقصلو الغاز ونخليه كيطيب على خاطر. صافي غادي نجيب هنايا واحد المقيله، غادي ندير واحد شويه ديال الزيت، ودرت البصله الثومه وداك الفلفله الحمراء حتى هي، هذيك الفلفله الحمراء مشويه اللي كنت طابت معاكم. دخلوا للقناه وراكم عاد تشوفوها راه محد الوقت ديالها راه مازال. صافي واحد شويه ديال الملحه. صافي غادي تنزل معايا البصله هكا شويه تشحر. هذه واحد شويه ديال الفلفله الصفراء كانت عندي في الثلاجه ما شفتهاش، غير شويه، انا عزيزه عليا الفلفله في الماكله. صافي جبت واحد شويه القمر حتى هو درتو هنايا مع الرز. كيبقى داك شويه ديال السيمانه، كيبقى شويه شويه من الحاجه اللي عندك ديري. صافي الرز غادي صافي بعد ما نزلت معايا البصله داك الكروفيت شويه ما خصوش، راكم عارفين ما خصوش يطيب بزاف. صافي جبت الرز، غادي ندير على حسب المقادير اللي عندي هنايا، كنبقى ندير ونحرك. صافي درت واحد شويه د الخرقوم، شويه ديال الفلفل الاحمر باش كيعطيها النكهه زوينه، وشويه ديال البزار، الفلفل الاسود. انا كيعجبني اللون ديالو، كندير شويه د الخرقوم باش كيعطي هذا اللون الصفر. صافي بقى لي واحد شويه د الحوت حتى هو، درت له شويه د الخرقوم والمليحه. صافي غادي نستفو فوق الرز ونخليه. ودرنا واحد شويه د الربيع قزبر ومعدنوس درت مع الرز. هذه واحد شويه ديال زيت الزيتون، واحد الجحيش صغير تابعنا وكيبقى يغوت فيه، المهم شينا خصو يتبعنا. صافي واحد شويه ديال زيت الزيتون. صافي غادي نغطيها دابا ونخليها وندير لها على نار هاديه باش كيجيني داكشي كله مع توقيت الغدا. صافي هذا راه تقريبا ها هو وجد، جبدته ها هو فينا. ما بغيتش نخليه يتحمر بزاف باش ما كيجيش يابس. هذا الحوت الابيض مع صغيور، هاد اللويزي هذا راكم عارفين لا طاب بزاف كيجي يابس. صافي داكشي علاش درت له انا داك الكاغيط وغطيته مزيان باش كيطيب غير داك السخونيه. صافي تبارك الله راه جا بحال الابيض البيض، جا غزال ما تشبعوش منه. واحد الريحه عياطه من هذا الرز وهذا الحوت مع الورق سيدنا موسى مع هذا. ودرت واحد شويه د الورق سيدنا موسى مع في الرز. صافي كيبقى لكم الفينيسيون نتوما كما بغيتو. شوف تبارك الله الطراوه ديالو كي كيجي داير، عرفتي كيجي بحال البيض صراحه، كيجي زوين. صافي والتقديم النهائي هو هذا. انا كنجيب واحد كديروا الرز بشي زليفه ولا شي حاجه باش كيجي داكشي داك الفينيسيون. كان عندكم شي ضياف ولا شي هكا ولا وليداتكم، ولا كتفرحوا في داك الويكاند مع وليداتكم، كتجبدوا المعانات اللي عندكم كاع مخبعناهم السيمانه كلها كنجبدوهم ونفرحوا بالوليدات ولا العائله ولا. صافي غادي نجيب هذا بعد نديروا التقديم النهائي. تبارك الله جا واعر واعر، جا هذا الرز باللذه ديالو مع هذا الخرقوم وداك الورق سيدنا موسى وداك الفلفله مشويه اللي مصايبها معاكم حتى هي، راه الصراحه كتجي كتعطي المذاق رائع. سير شنو بغيت. وهذه داك البطاطا مسلوقه مع شويه البصله. واحد الطون راني حتى هو راني حاطه في القناه، واحد الطون كريمي كنت صايبته معكم. دخلوا للقناه وشوفوا ان شاء الله، كنت صايبته قديم ومع التصوير ما كناش كنعرفوا نصوروا، كنا كنحشموا نهضروا. وشويه بطاطا مسلوقه وشويه ديال البيض وهذاك الذره حتى هي راه كتجي زوينه. هاد البطاطا هادي راه ترباو بها كاع العرب ديالنا، ترباو بها تبارك الله، راه كتجي زوينه الصراحه. انا كتعجبني بزاف اكثر يا العشاء، كديرها غير في سندويتش مع خبيز، ها انت مع الشاي مخيره. صافي ان شاء الله غادي نديروا التقديم النهائي. داك البطاطا لا علم، البطاطا راه ما دايره فيها والو، غير مسلوقه وفيها شويه المطيشه ما درتهاش، غير بصيله وشويه د الطون والخل والملحه وداك الذره مسلوقه وصافي. ها هو الحوت تبارك الله كي كيجي داير، كتهزي البصله دايبه معلكه وكلشي طالق فيها. والمعدنوس حتى هو الصراحه جا زوين، يعني حطوها بالمعدنوس بكلشي. حتى المعدنوس راه مزيان معاه، ما طايبش في المرقه كيمشي المفعول ديالو. المفعول ديالو هو دابا اللي بقى في الحوت وتاكلوه، راكم عارفينه راه مزيان الامعاء حتى هو. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الطبق. راه الصراحه كيجي زوين وكيجي لذيذ، ونفس الوقت ما فيش ديك قوه اللدام والمرقه وداك الشيء. مره الواحد يدير شويه كيتهنى شويه من داك المرقه، كطلع شويه في الراس. وشوف تبارك الله الحوت راه كيجي بحال البيض، واللذه اللي فيه جا زوين الصراحه.
شتي تبارك الله كيجي داير. قلت لكم لا بغيتو ديروا السردين رقيق داك الشطون ديروا له شرموله صافي. هذا هو كيجي هكا، هذا هو الطبق ديالنا، والهدف ديالنا نتمناو نتعاونوا كاملين، وشي يبارطاجي شي وشي يشترك مع شي، والصراحه نتعاونوا كاملين تطلع القناه. انا كنتمنى لكل واحد كنفرحوا تطلع القناه ديالو ان شاء الله، ويكون كل شيء بخير وكل شيء فرحان. هاش الواحد يدير بتماره في التالي ما يلقى لا مشاهده لا شتي. يلا عواشركم مبروكين باش كتمنوا ان شاء الله.